لا. طب قولي رقم، قولي تفتكر الاول عمر الاب كان كام عشان يبقى 3 اضعاف عمر ابنه، وبعد 12 سنه ايوه احسب وغششه. طب والله العظيم وفي صعب. الاخر تطلع الاجابه اصلا حاجه تانية اساسا غير الحساب اساسا، فاهم؟ تعرف عني كده؟ اه طبعا. لما بتساله يا عم، في مره سالته بتقول له انت لو انت اتولدت من 12 سنه يبقى عندك كام سنه؟ فهو اصلا المفروض يقول سن برضه يعني. طيب انا بقى جايبه لك سؤال فيه عمر وكده بس بصيغه مختلفه. ممكن سؤال تاني؟ انا عايزه السؤال ده. لا ما هو المشكله ان انا لما بنزل اسال حد سؤال ما ببقاش عارف الاجابه بمسك في السؤال. دي حقيقه فعلا يعني. انت صعبه قوي بصراحه يعني. لا مش عارف بصراحه. لا مش عارف. انت ما فكرتش يعني، انت ما اديتش نفسك فرصه ان انت تفكر. دي حقيقه، لان انا لو فكرت هتبقى الاجابه غلط اصلا اوريدي، لان هي بتبقى فيها تركايه اساسا. ما يمكن تبقى صح. سبحان الله. طب قولي تفتكر عمر الاب في الاول كان كام؟ يعني هو مثلا يعني ازاي ان عمر الاب 3 اضعاف